من اكتر الحاجات اللي بتوقعنا في حياتنا هو لومنا لنفسنا وجلدنا لنفسنا في اي رحلة تغيير. هو احنا طول الوقت انا متارجت ان انا الفترة الجاية هعمل دايت، ما حصلش. الفترة الجاية انا هروح الجيم كل يوم. الفترة الجاية انا هصلي الفجر كل يوم. الفترة الجاية هذاكر من الساعة 6 الصبح. طبيعي، واعمل سكادول، اعمل جدول واحمس نفسي واقول للناس يا جماعة يا اخوانا خلاص انا هبقى انسان جديد. وبعدين وانا ماشي كده وبعمل كده يعني ومتحمس جدا وبعمله وبسقف لنفسي وبقول للناس انا خلاص بقيت اصحى بدري، بروح الجيم، انا بعمل دايت، انا خسيت. في يوم هتقع فيه. اليوم ده مشكلتنا كلنا ان احنا بنتعامل معاه ان هو الكارثة الكبرى والطامة. وازاي انت عملت كده؟ انت ازاي؟ انت مش نافع. جلدك لنفسك ولومك لنفسك من اكتر الحاجات اللي بتوقعك. هي بتحبطك وتخليك ما تكملش في اللي انت ابتديت فيه. لما تقع ما تلومش نفسك، خليك رحيم بنفسك وطبطب عليها كده وشجعها وقول لها جدع جدع الفترة اللي فاتت، معلش النهاردة وقعنا بكرة نكمل. وقوم نفسك تاني يوم وابتدي من اول وجديد، وانوي نية جديدة بكرة الصبح او من دلوقتي علشان بكرة الصبح تعملها. ما تبوظش اللي انت بتعمله بجلدك لذاتك، ما تبوظش اللي انت بتعمله بلومك وعتابك. القسوة مش هترجعك على التراك اللي انت ماشي فيه. فهمك لنفسك، رحمتك بيها، يعني حنوك بيها، اهم وافضل بكتير جدا في رحلة تغييرك من انك انت تبقى ماشي على خط مستقيم ما بيحدش. احنا بني ادمين، احنا مش مكن. احنا بنبقى في رحلة التغيير في ups and downs، ساعات نعرج وساعات نحود، ولكن ما بنفضلش طول الوقت في كمال وان احنا نبقى بيرفكت. خلينا متسقين مع ادميتنا، وكنا بني ادمين بنقوم ونقع. لما تقع في يوم ما تلومش نفسك، شجعها، اعذرها، وكمل بكرة. اشوفكم على خير.